السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايبي. عاملين ايه؟ معاكم قناة منوعات ووصفات ام حنين وزياد. وحشتوني قوي قوي قوي، وحشتوني والله من اخر فيديو. آه تعالوا كده نشوف النهارده بقى الفيديو بتاعنا كده وصفتنا. كده وصفة كده حلوة، كده أكلة حلوة خفيفة بسيطة. أنا عن نفسي بحبها. بصوا، صدق كده بالبطاطس المطبوخة، بحبها. بعمل الصدق كده على بطاطس مطبوخة جميلة، وشوية بقى رز بشعرية بقى كانوا حلوين. طبعا احنا صايمين الست ايام البيض من امبارح. الفيديو ده من امبارح بس نزلت لكم النهارده شويه بقى رز بشعريه. عملت كمان شويه صوبيا كده حلوين، كان عندي صوبيا من رمضان فاضلين، عملتهم كده ونفطروا بقى بيهم كده اول يوم في ست ايام البيض. اتفضلوا كلكم معانا، تعالوا من اول الفيديو نشوف انا عملت ايه في وصفه الصدوق بالبطاطس كده المطبوخه، جميله جدا. وحشتوني قوي، واعذريني لو اخرت باخر عليكم. يا حبايبي معلش بقى، امتحانات ومذاكره وكده، في شويه كده بقى ومراجعات. لو بغيب بين الفيديو والفيديو. وكمان يعني هدردش معاكم في يوم كده واقول لكم ايه السبب، برضو في اسباب كتيره والله. تعالوا بس كده الاول ايه، نشوف بقى كده هنعمل ايه. انا طبعا كان عندي بصله، عندي صدق كده حلو مقطعاه، ده صدق بلدي على فكره، وعصير طماطم وطماطم، ودي بطاطس قطعتها كده مكعبات. تمام. الصدوق ده بنجيبه مش بقالي، لا ده بيجيبه من عند الجزار، وبحطه في الفريزر بطلعه وقت ما احتاجه. قطعته كده قطع كده صغيره. بس حطوا اللايك بقى، اللي يشوف الفيديو بقى يحط لي اللايك يا حبايبي، عشان كده نفصل كده بيكم ان شاء الله. يلا بصوا بقى كده، بنحط بقى الصدوق حطيته طبعا. اي حاجه بتحطيها على النار عشان تاخد معاكي صدمه، لازم تشوحيها بعد الاول، وبعد كده تحطي البصل عليها. تمام. اهو بصوا كده لازم اشوحها، علشان زي اي حاجه بتشوحيها، لحمه، الفراخ بنسد المسام بتاعتها. اهي الصدوق برضو كده بالظبط. تمام اهو كده، لازم اشوحه كده وبعدين احط عليه البصله. اخد البصله كده اهو واحطها واقلبها كويس تتشوح مع الصدوق. على فكره الاكله دي لما بزهق من الاكل عموما بحبها، يعني خفيفه. الصدوق بالبطاطس المطبوخه دي جميله جدا. احسن من اللحم والفراخ، والصدوق عموما جميل. قلت لازم اخليكم بقى معايا بقى نشوف الوصفه بتاعتي دي انا بعملها ازاي. بتبقى زي العسل، ريحتها على فكره الصدوق بتجيب لاخر الدنيا. والله يا حبيبي الصدوق بيجيب لاخر الدنيا. بحط شويه فلفل اسمر كده. ماشي. الملح بحط ذره ملح بس صغيره، علشان لو تاخدوا بالكم ان الصدوق مبهر، يعني في بهار، في ملح، فما تكتريش علشان بيبقى صدوق فيه ملح. لو وصلت لحد هنا قولوا لي ايوه يا ام حنين، وحطوا اللايك. حطوا اللايك، منوعات وصفات ام حنين وزياد. عايزه بقى شير كده، عايزه لايكات عشان القناه توصل بيكم يا حبايبي. لا اله الا الله بقى، حطوا يلا لايك، بقول لكم اوعوا تنسوا كده. شوح كده البصل كده مع الصدوق حلو قوي قوي. ماشي. وتحطي البطاطس كده بقى عليها. بصوا بقى وصفتنا جميله النهارده ازاي. الوصفه بتاعتنا جميله. وتشوحي كده البطاطس مع الصدق شويه لحد ما تنزل الميه بتاعتها، وتحطي طماطم بقى كده عليهم وتسيبيها تتسبك. تاخدي احلى بطاطس بالصدق مطبوخه جميله جدا. عايزه اقول لكم انا بتاخر بين الفيديو والفيديو، والله يا حبايبي انا نفسي اتقفلت من القناه كده يعني. آه يعني ما بقتش عايزه، عندي الهمه والنشاط ان انا اعمل فيديوهات او كده. مش عارفه يعني، اتقفلت مره واحده. بس بحاول انزل لكم فيديوهات كل فتره علشان القناه ما تقعش مني. القناه يعني انا داخله في 3 سنين فيها، عشان بس ما تقعش مني. بحاول انزل فيها فيديوهات. لكن بيني وبينكم اليوتيوب الواحد اتقفل منه بجد والله. بس يلا الحمد لله، على ربنا كله يا حبايبي، الحمد لله اللي يجيبه ربنا. بصوا بحط الطماطم كده، بتحطي عصير طماطم بعد ما البطاطس اخدت ال هي والصدق كده تشويحه. ونزلت ميتها تبقى حلوه جدا. وتحطي كده بقى زي ما انتم متعودين، انا بعمل في الاكل بتاعي بحط الايه، الصلصه، عشان الصلصه بتدي لون للطبيخ عموما. الطماطم ما فيش لون فيها، فالصلصه بتديها لون. تمام. او كده، وتخلوها كده لحد ما تتسبك. حلوين قوي كده، نعمه ورضا على فكره، كل حاجه نعمه ربنا، نعم والله العظيم نعمه ورضا. انا عملت جنبه شويه رز بالشعريه، وشويه خيار وبصل بس كده. الحمد لله.
اي حاجه والله بنرضى ونقول الحمد لله. مش لازم اللي يتفاخر ويقول انا لا لازم اعمل لحمه لازم اعمل فراخ، لا لا مش كده خالص والله. بصوا بقى هنا شويه، نعمل شويه رز بشعريه، بحمر الشعريه كده تاخد لون ذهبي. انا هنا بصوا كنت بوريكم بقى، بصوا صدوق بقى يغلي معايا بالبطاطس، بصوا جميله ازاي. الوصفه دي على فكره انا بعشقها جدا. الاكله دي عموما حلوه قوي والله. بقى هي بصي بتغلى كده بتغلي. انا حطيت توماء، يعني بحط تكامل من عندي، بحط بقطع فص توم وشويه كزبره فوق الطماطم واسيبها تغلى، تاخد غلوتها كده. بحمر الشعريه تاخد كده لون. او بصوا كنت الميه المغليه دي بتاعت الرز، عامله 3 كوبايات رز على 3 كوبايات ميه. تشوحي الشعريه كده تاخد معاكي لون ده زي ما انتوا شايفين اهي اخدت لون. هتحط فيها الرز تقلبيها مع الرز، هتاخد من سخونيه النار. تمام. بعدين هتحطي عليهم الميه وتوطي النار، او تحطي الشياطه بس كده. هيطلع معاكي والله رز مفلفل وجميل جدا. بس شويه رز بالشعريه كده حلوين خفاف، جنب بقى الصدوق بالبطاطس المطبوخه، كانت احلى اكله. قولوا لي في التعليقات كده من حبايبي اخواتي اللي معايا قنوات ولا الحسابات اللي بيحبوني، اللي من اي بلد، مين عارف الطبخه دي؟ مين عارف الصدوق بالبطاطس حلوه كده وبيعملها جميله قوي وخفيفه. بصوا شويه الرز اهو، عملناهم بقى كده وتوطي عليهم النار بس كده، حلوه نعمه ورضا. قريب قوي هطلع لكم في فيديو ان شاء الله كده انتظروا. بس ادعوا لي من قلبكم ان انا باذن الله الفيديو ده يعني اكمله ويطلع، يعني علشان ربنا يسهل كده. في حاجه خبر حلو. تمام. على الله التسهيل، ادعوا لي يا حبايبي. بصوا كده عملت بقى، بصوا دلوقتي بتغلي ازاي. على فكره الخبر ده بخصوص القناه. آه، انا جالي من شهر رساله الحمد لله الحمد لله دعواتكم ال100 دولار. الحمد لله بعد تعب وشقى سنين، الحمد لله نعمه ورضا يا رب من عندك. قريب قوي هعمل لكم الفيديو. بصوا كنت هنا عامله بقى شويه صوبيا كده بالعصير، كنت بس بقول لكم كده الايه، العصير الصوبيا باللبن. ربنا رضاني، بس لسه بياخد وقت طبعا، عايز حساب بنكي، وعايز يعني عايز اجراءات كتيره. على الله التسهيل، ربنا يسهل باذن الله. ادعوا لي، دعواتكم يا حبايبي دعواتكم والله. الحساب خدوا بالكم، الحساب دوت بياخد اجراءات وبياخد مبلغ كبير، يعني عشان نعمله احنا كاصحاب قنوات بياخد مبلغ بيعدي ال1500. فطبعا الواحد يكمل المبلغ وبعد كده يعمل الحساب بتاعه، وربنا يسهل. ادعوا لي يا حبايبي. ان شاء الله هطلع لكم بفيديو جامد قوي قوي بشقة وتعب السنين ده باذن الله يا حبايبي ان شاء الله. بصوا هنا بقى كنت عامله ايه، او بصوا بقى الصدوق بالبطاطس طلع حلو ازاي. بصوا الجمال، الله الله الله، بصوا بقى الحلاوه. بذمتكم كده يفتح النفس ولا لأ؟ يفتح النفس صح؟ او بصوا كده بقى، بصوا الجمال. حطينا بقى شويه البطاطس بالرز مطبوخه، جنبيه شويه رز بالشعريه، وعملنا شويه الصوبيا باللبن بقى. ما اقولكوش كانت عندي الصوبيا دي، انا جايب كنت برطمان كده مخليه في رمضان اتفضل. قلت نعمله كده، احنا لسه اول يوم في 6 ايام البيض، ده لسه اول يوم. حطوا اللايك او تنسوا اللايك يا حبايبي. بوريكم بصوا الصوبيا جميله ازاي. انا عارفه ان كل اخواتي هيفرحوا لي الخبر اللي انا قلت لكم ده، بس ادعوا لي يكمل. انا منتظره والله يعني ربنا يبعت الفرج من عنده في ان الحساب دوت اجمعه بس المبلغ بتاعه، وان شاء الله اطلع لكم بفيديو حلو ان شاء الله. الحمد لله، الواحد لما بيلاقي تعب ال3 سنين جه بعد عذاب، فرحه كبيره قوي يا حبيبي لما تلاقي في ايديكي كده تعبك وشقاكي. خلاص الحمد لله ربنا رضاكي بيه. ربنا يرضيكم كل قناة يا رب كده، عقبال كل قناة صغيرة بإذن الله تفرح إن شاء الله. بدعي لكم كلكم من كل قلبي، وعلى فكرة بتمنى الخير لكل الناس. ربنا يرضيكم جميعا. بصوا بقى اهو عملنا كده، حطيت على السفرة بقى بوريكم بقى كده. بصوا الصدوق بالبطاطس حلو قوي ازاي اهو كده، وشوية الرز بالشعرية. كنا هنا قبل المغرب ب10 دقايق كان بيدن، هو بيدن دلوقتي 7:30. كنت حاطه بقى السفره، بوريكم شويه بقى خيار بقى
طماطم على بصل كده، حاجات بسيطة. النبي عربي يعني، حاجات بسيطة. الحاجة البسيطة مفيش أحسن منها على فكرة. أكلة جميلة وخفيفة وتشبع أحسن، يعني زي الفراخ واللحمة وأحسن كمان والله العظيم. ده كان أول فطار لينا في الست أيام البيض يا حبايبي. وبعد كده إن شاء الله قدرت أصور لكم بقى فطارنا في التاني يوم أو تالت يوم، هقدر هصور لكم في أي يوم. بس زي ما انتوا عارفين كده ادعوا لي دعوة حلوة. يلا اشوفكم بسلام وفي الفيديو الجديد ان شاء الله. سلام.